Tube. Karangnya Tube. قبل كل شيء نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد السلام، هذه رسالتنا إلى أمراء الحرمين الشريفين وأمتها. نعيش في مكة المكرمة، أرض منبع الوحي ومبدأ النبوة، أرض ولد فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم وتربى فيها وأرسل إلى العالم فيها. وفيكم بيت الله الحرام التي تحوي إليها أفئدة الناس ويأتي إليها الناس من كل فج عميق. وعلى أرضكم أنزل القرآن الذي يتحكم به العالم الإسلامي. وفي أرضكم جاء جبريل بالوحي إلى أحمد من عند رب العالمين. وعلى أرضكم حرم الله ظلم البشرية. فنحن أبناء النجاشي هاجرنا إليكم لطلب المعيشة والفرار من المظالم، كما هاجرت إلى بلادنا الصحابة قبل 14 قرون. فنحن أنزلناهم أحسن جوار وأكرمناهم أحسن تكريم. أما الآن فاللاجئون الإثيوبيون في أرضكم مظلومين، ولا تظلموا أمة أخرجت إليكم عن أرضهم ضيق المعيشة وطلب عندكم الفصاحة والراحة والطمأنينة، ولكن بخلاف ما طلبوا جزيتم شر جزاء. أليس منكم رجل رشيد؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين نصيحة. فهذه نصيحتنا لكم يا أمراء السعودية. فالإساءة إلى أبناء البشرية لا تعني أنكم. أنتم المسلمون، فإخواننا وإخوانكم المسجونون مسلمون يشهدون وحدانية رب العالمين. فشريعتنا تحرم عليكم الظلم والعدوان وتأمركم بإكرام الضيف والإحسان. فأبونا النجاشي ملك الحبشة حينما هاجرت إليه الصحابة كان نصرانيا ولم يكن مسلما، وما هذا أقبل الصحابة أحسن إقبال وأنزلهم أحسن جوار وأكرمهم أشد تكريم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. الحديث. ولكنكم نسيتم منزلة النجاشي عندكم، وفعلتم بأبنائه ما فعلتم من القبض والضرب والسب والقتال والقتل والسجن والعطش والجوع وكل أعمال الشدة والنكال. فهل هذا جزاء النجاشي عندكم؟ النجاشي نصراني يكرم الضيوف ونصر دين الإسلام بالإحسان إلى المسلمين. فأنتم مع كونكم من أمراء الإسلام والمسلمين أسأتم إلى من هاجر إليكم من المسلمين. وأخيرا نذكركم أن تفرجوا عن أبناء النجاشي كربتهم وتردوهم إلى بلادهم بسلام آمنين.